الفرق بين الحسد والعين وأخطر أعراضهما. أولاً، التعريف بالحسد. الحسد هو شعور قلبي سلبي يتولد في نفس الحاسد عندما يرى نعمة عند شخص آخر، فيتمنى زوالها عنه أو انتقالها إليه، وهو من أمراض القلوب التي تفسد العلاقة بين الناس وتزرع العداوة والبغضاء. الحسد قد يكون خفياً بحيث لا يظهر على لسان صاحبه، لكنه يظهر في تصرفاته وسلوكه، وقد يجره إلى ظلم الآخرين أو نشر الإشاعات أو التسبب في الأذى لهم. وقد حذر الإسلام من الحسد تحذيرا شديدا، وجعله من الكبائر التي تهلك صاحبها، لأن الحاسد يعترض على قسمة الله تعالى ويتمنى عكس ما قدره الله لعباده. ثانيا، التعريف بالعين. العين هي نظرة تحمل طاقة سلبية مؤثرة تصدر عن شخص قد يكون محبا أو مبغضا، وتسبب ضررا مباشرا للمنظور إليه أو لممتلكاته. العين قد تكون عمدا مع نية الإيذاء، وقد تكون عن غير قصد، كما في حالة الإعجاب الشديد دون ذكر الله. الطاقة المنبعثة من العين تنتقل إلى الجسد أو الشيء المصاب فتؤثر فيه، وقد تضعفه أو تتلفه أو تسبب له التعطيل. ثالثاً، الفرق الجوهري بين الحسد والعين. المصدر: الحسد نابع من قلب مليء بالغيرة والكره، أما العين فهي تأثير مباشر من النظر. الوسيلة: الحسد لا يحتاج إلى رؤية النعمة بالضرورة، بينما العين تعتمد على النظر إليها. النية: الحسد غالبا مقصود لإيذاء الغير، أما العين فقد تكون بغير قصد. المدى: الحسد قد يؤثر لفترة طويلة ومتجددة، أما العين فقد تكون إصابتها آنية لكنها قوية الأثر. رابعا، أنواع الحسد. الحسد المطلق: تمني زوال النعمة عن الغير. الحسد المقيد: تمني النعمة لنفسه حتى لو لم تزل عن الغير. الحسد الغبطي: تمني مثل النعمة دون زوالها عن صاحبها، وهذا جائز إذا كان في الخير. خامسا، أنواع العين. العين الحاسدة: تصدر من شخص حاقد. العين المعجبة: تصدر من شخص معجب دون ذكر الله. العين القاتلة: شديدة التأثير وقد تسبب الموت بإذن الله. العين السريعة: تصيب فورا عند النظر. سادسا، أخطر أعراض الحسد: فقدان مفاجئ للحيوية والنشاط، فشل متكرر في المشاريع أو العمل رغم توفر الأسباب، مشاكل اجتماعية مفاجئة مع الأصدقاء أو الأقارب، كثرة النسيان وضعف التركيز، شعور دائم بالضيق والهم، اضطرابات في النوم وكوابيس مزعجة. سابعا، أخطر أعراض العين: تغير لون الوجه بشكل ملحوظ أو اصفرار مفاجئ، آلام متنقلة في الجسد دون سبب طبي، خمول شديد عند البدء في الأعمال المهمة، تعطل الأجهزة أو تلف الممتلكات فجأة، فقدان الشهية أو اضطراب في الأكل، قلة البركة في الوقت والرزق. ثامناً، طرق الوقاية من الحسد والعين. التحصين اليومي: قراءة الفاتحة، آية الكرسي، المعوذتين وسورة الإخلاص 3 مرات صباحا ومساء. الأذكار: قول أذكار الصباح والمساء مأثورة. عدم المبالغة في إظهار النعم على مواقع التواصل أو أمام من لا يؤتمن. ذكر الله عند رؤية النعم. قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تاسعاً، طرق العلاج الشرعي. الرقية الشرعية: قراءة آيات القرآن الخاصة بالحسد والعين، مثل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. الماء المقروء عليه: الشرب والاغتسال بماء قرئ عليه القرآن. أخذ أثر العائن:
إذا عرف الشخص الذي أصاب بالعين يؤخذ من وضوئه أو مما لمس ويغتسل به المصاب. الصدقة، فهي تدفع البلاء. الاستغفار، لأنه يفتح أبواب الحفظ والرحمة. 10. ملاحظات هامة: ليس كل مرض أو مشكلة بسبب الحسد أو العين، فلا بد من التمييز وعدم التوهم. الجمع بين العلاج الشرعي والأسباب الطبية أمر مهم للحفاظ على الصحة. التوكل على الله والرضا بقضائه هو الدرع الحقيقي ضد هذه الآفات الروحية.